ماتش الاهلي والزمالك القادم هيبقى ماتش صعب جدا جدا على الطرفين، على الاهلي وعلى الزمالك. ماتش صعب جدا على الزمالك لان الزمالك بقاله فتره مش عارف يفوز على الاهلي. كمان الاهلي تحت قياده مارسيل كولر، الزمالك مش عارف يكسبه. لعب 4 ماتشات، الاهلي انتصر في ال4 ماتشات. فيعني الزمالك مع الاهلي في الفتره الاخيره مش افضل حال. لكن بالنسبه للاهلي هو الماتش صعب جدا. ليه بقى؟ لان في غيابات بالجمله، يعني يعتبر في فريق كامل في الاهلي غايب. تخيلوا، محمد الشناوي مش هيلعب، ياسر ابراهيم المدافع مش هيلعب، علي معلول الباك الشمال ومحمد هاني الباك اليمين، الاثنين مش هيلعبوا، امام عاشور واليو ديانج ومروان عطيه الثلاثه اللي في وسط الملعب الثلاثه مصابين مش هيلعبوا. الجناحات بتاعت الاهلي حسين الشحات وبيرسي تاو الاثنين مش هيلعبوا. تخيلوا في 9 لعيبه مش هيلعبوا ماتش الزمالك الجاي. وفي احسن تقدير ممكن محمد هاني وعلي معلول يلعبوا، في احسن تقدير ان يبقى فيه 7 غيابات. فالماتش هيبقى صعب على الاهلي وعلى الزمالك. لكن الزمالك بعد الفوز والتقديم ماتشات محترمه الفتره الاخيره، فكل الزملكاويه عندهم امل ان هم يعملوا ماتش حلو قدام الاهلي، وخاصه في ظل الغيابات دي. وبيقولوا ان احنا لو ما كسبناش الاهلي في الغيابات دي مش هنشوف مكسب مع الاهلي تاني. بالنسبه للاهلاويه بيقول لك احنا ما بيهمناش اي غيابات، مش فارق معانا اي لعيب، لان الاهلي بمن حضر، اي لعيب هيلعب هيأدي. وشوفوا ماتش زد احنا كسبنا 1-0 وكان المتألق مودست ووسام ابو علي. اي لعيب هيأدي في المكان بتاعه هيأدي بدون اي مشكله، لان الاهلي بمن حضر. يا ترى الاهلي بمن حضر ولا الغيابات دي هتأثر على النادي الاهلي؟ وهل الزمالك بعد العروض المحترمه اللي قدمها الفتره الاخيره هيقدر يكسب الاهلي، ولا هتفضل العقده مستمره؟